يا صباح الفل، يا صباح الجمال على احلى اخوات وعلى احلى متابعين. يا صباح الفطير المشلتت، بصوا الجمال والحلاوه. بصوا شكل الفطيره. ويا سلام بقى لو انتوا واقفين جنبي وشامين ريحه الفطير كده، يا سيدي على الجمال والحلاوه. عملت الفطير المشلتت باسهل طريقه ممكن تعمليها، حتى لو انت مبتدئه، حتى لو انت لسه بنوته صغيره ومش عارفه تعملي اي حاجه. الطريقه سهله جدا جدا جدا. وانت واقفه هتعمليه من غير فرن. هتعملي شوية فشيل مشلتت كده بقى، يا سلام. بصي هتجري الدنيا كلها وراكي. بصوا انا بقول لكم، بصوا بفتحه كده مرقرق وجميل ازاي، ومورق حاجه كده عظمه. عايزه اقول لكم بالطعم، اقسم بالله اتلهف مني من قبل ما اصور. ده انا لحقت لكم دولت عشان اصور. عندي هنا كيلو دقيق. جبت هنا عندي بوله فيها معلقتين سكر، 3 معالق مش مشكله، نص معلقه ملح، والملح اللي هي رشع علشان الفطير ما يتقطعش مني. حطيتهم في نص كوبايه ميه وقلبتهم ونزلتهم في العجينه بتاعتي. الفطير المشلتت يا جماعه ما بيحتاجش خميره. الناس اللي السؤال بتاعها كتير قوي عن الخميره، لا، الفطير المشلتت مش بيحتاج خميره. جبت بقى ميه من الحنفيه عاديه جدا. نزلت كده عجن 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 لحد لما لمت نفسها كده معايا العجينه. وخلاص كده ما احتاجتش ميه. اجي بقى مرحله العجن، ودي اهم مرحله في الفطير. لازم تعجني العجينه دي كويس جدا. بحط ايدي كده، بدي بوكس في الميه وارجع تاني اديه في العجينه زي ما انتم شايفين. والخطوه دي مهمه جدا، هتخلي العجينه لينه معايا خالص. بصوا وبتقع كده من نفسها. خلصت كده العجن بتاعي كويس جدا. جبت معلقتين زيت في العجينه ومسكت بقى، اديتها كده 10 دقايق عجنه حلوه كده محترمه زي ما انتم شايفين. العجينه بقى اتلمت معايا وبقت زي الفل وتمام تمام. هغطي بقى كده عليها بكيس، اي كيس موجود عندي، واحسبها. عندي هنا كوبايه سمنه بدرجه حراره الغرفه، عليها ربع كوبايه زيت، وهخليهم على جنب. بصوا انا جبت الصينيه بتاعتي دي، ولو كان عندي صينيه اكبر من كده كنت هفرد. طبعا انا هنا مش في المطبخ بتاعي، انا بره على السفره، علشان المطبخ ضيق مش عارفه افرد لكم الفطير. بصوا ما شاء الله الفطيره اتفردت معايا بكل سهوله، لان هي مخدومه صح وسبتها ترتاح. جبت بقى السمنه بتاعتي، والسمنه من الحر طبعا فكت، هي المفروض تبقى اتقل من كده شويه. زي ما انتم شايفين فردت بقى العجينه بتاعتي كلها مره واحده. وجايه بقى كده انا بعملها زي ما انتم شايفين، هعملها رول. كله كده مبروم بالراحه كده، واحده ورا واحده، عشان تدي معايا رقات. بص واحده واحده كده بيتفرد معايا. العجينه لينه خالص يا جماعه، ارتاحت، مخدومه، عجنتها صح. امشي على خطوات دي هتطلعي معاكي احلى فطير، ومش هياخد منك وقت خالص. يعني يا دوبك بس الوقت اللي هيرتاح فيه الفطير بس كده كام مرحله. والفطير مش بياخد وقت خالص، من غير بقى ما تفردي ولا ترققي ولا تعملي اي حاجه خالص. العجينه كده خلصت معايا، هبتدي بقى ان انا اقسمها. انا قسمتها على 5 فطاير، ولو كنت عايزه اعملها 5 او 6، 6 او 7 كنت هعملها. زي ما انتم شايفين حسب ما تحبي حجم الفطيره بتاعتك اعملي. جبت بقى كل قطعه كده منهم، زي ما انتم شايفين برجع تاني افردها بالعرض كده. وبدهنها برضو سمنه وبفرد، بتتفرد معايا بكل سهوله. وهفردها من الجنبين، اعملها ظرف، وزي ما انتم شايفين كده بالظبط الخطوات دي. ايوه كده، والمها من تحت كده. واللي بعدها، ودي كانت اخر فطيره معايا كده زي ما انتم شايفين. فردتها، اخدتها كده بالطول، فردتها 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 زي ما انتم شايفين كده. واقفل واحط في سمنه. اخدمي الحاجه هتلاقيها بتطلع معاكي احلى من بتاعت بره. كده خلاص معايا. جبت بقى الطاسه بتاعتي، اول فطيره كانت عندي وارتاحت معايا، اخدتها كده حطيتها في الصينيه. وهاخدها وارفعها على نار هاديه. وطوا النار يا جماعه. يعني بصوا هي طلعت معايا شكلها عامل ازاي. يعني دهبي شويتين تلاتة كده، بس انا اصلا انا عن نفسي بحب الحاجه كده. انت لو بتحبيها زي بتاعه الفطاطري، وطي النار عليها خالص وسيبيها ترتاح وتستوي كده على راحتها. دي كانت اول فطيره، وعايزه اقول لكم مش ساكتين وهم واقفين ورايا. انا طلعت اول فطيره اتاخدت طيران. تاني فطيره والله العظيم بصوا بصور لكم كده وانا ورايا، بصوا الريحه مشعشعه معاهم ومجنونين بسبب الفطير. قلب البيت كده بريحته الجميله، وريحه زمان بقى، وريحه الفطير المشلتت الاصلي الفلاحي بجد، مش اللي احنا بنشتريه من بره من عند الحلواني. الفطير الهش ده اللي بتتاكل الفطيره كده على لقمه واحده. والله العظيم فطير اتعمل معايا بثواني، عجبهم جدا. طري. عايزه اقول لكم كل حاجه فيه جميله. اتمنى ان انتوا تجربوه. بجد الطريقه سهله جدا. بصوا الفطيرتين دولت والله العظيم انا يعني صورت كده حطيتهم، وقصيت الفطيره ووريتكم هي مورقه ازاي على السريع، وهم واقفين ورايا انا بصور على السريع. بصوا يعني هم واقفين مش مستحملين. الفطير سخن على ايدي، انا بصوره وهو مولع في ايدي، مش عارفه حتى امسكه ولا اوريكم التوريقه بتاعته ولا اي حاجه خالص. بس الطريقه سهله جدا. ممكن تعملي من الكيلو دقيق 6 فطاير، هيطلعوا برضو حلوين جدا. بصوا يا جماعه الفطيره زي العسل. اسهل طريقه ممكن تعمليها حتى لو انت مبتدئه زي ما قلت لك. الفرد بتاعها سهل جدا، الوصفه سهله جدا جدا جدا. اتمنى ان انتوا بجد تجربوها
تكتبوا لي في الكومنتات بتعملوا الفطير المشلتت ازاي. وما تنسوش تحطوا الملح عشان الفطير العجين ما يتقطعش منكم. دي خطوه مهمه جدا. بصوا بقى، انا بقول لكم هما كانوا 5 فطيرات وانا حجزت لكم منهم ال3 دول. والله العظيم بصوا واقفين برضو ورايا. يعني انا اديتهم 2 اسكتهم، لا واقفين برضو ورايا مش ساكتين عايزين الفطير. بجد كان جميل جدا. اتمنى ان انتوا تجربوه. الوصفه سهله جدا والفكره خطيره بجد يا جماعه. لاي حد عايز يقوم يعمل الفطير المشلتت مش هياخد معاه ساعه. طبعا بعجنه بخبزه بان انت يعني تريحيه، بان انت تعمليه في الطاسه مش هياخد معاكي اقل كمان من ساعه. بصوا التوريقه، بصوا الجمال. بقول لكم الفطير عظمه ويستاهل ان انتوا تجربوه. اتمنى الفيديو يعجبكم. كنت معاكم رشا، اشوفكم في فيديو جديد وسلام.